كلنا نعرف جمال تايلاند واشتهارها بأشياء كثير، زي أماكنها الطبيعية الجميلة جدا والحلويات والعبادات وديانة بوذا. بس عمركم عرفتوا عن الأساطير التايلاندية؟ أسطورتنا لليوم اسمها كراسو أو شبح كراسو، ومشتهرة كثير في لعبة I The Horror Game. أكيد شفتوها ببلاي ستور أو لعبتوها أو شفتوا أحد بيلعبها. اللعبة عبارة عن تحدي للبقاء على قيد الحياة بداخل بيت مسكون فيه شبح، وعنده راس مخيفة من دون جسم، وبيقوم هذا الشبح بمطاردة اللاعب داخل البيت، وبيكون على شكل امرأة براس مرعبة، وطبعا ما في جسدها إلا الأمعاء حرفيا، يعني هي تعتبر راس وشوية أمعاء أو الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان. ودور اللاعب إنه يجمع 20 كيس من المال بالوضع الطبيعي و30 بالصعب و12 بالسهل، وهم موجودين بالبيت بطريقة عشوائية. والمفروض إن اللاعب يتفادى الشبح، وإنه يستخدم عيون حمراء مرسومة على جدار البيت عشان يتمكن من إنه يشوف زي ما بيشوف الشبح بالضبط. وبتكون استراتيجية ناجحة عشان يهرب منه، وعلامة قدوم الشبح هي اهتزاز أثاث البيت، وبوقتها اللاعب لازم يهرب. طيب عرفنا اللعبة، وش وضع الأسطورة الحقيقية؟ كراسو بالواقع هي امرأة ما عندها جسم، ما في غير راسها وعيونها حمرة زي الدم، ووجهها شاحب، وعندها أسنان حادة زي مصاصين الدماء، وفكها مفتوح من الخدين، وهذه اللي بيخليها تبين كأنها بتبتسم ابتسامة خفيفة ومرعبة كتير. يا ترى مين تذكرتوا؟ أيوة، الأسطورة اليابانية كوشي ساكي أونا. طيب نرجع لموضوعنا. وتحت راسها ما في غير الأعضاء الداخلية يلي هي الأمعاء والمريء والمعدة، بس ما في أثر لقلبها أبدا. وأصل هذه الأسطورة بيعود لشرق جنوب آسيا، وتعرف بأسماء مختلفة، منها كراسو بالتايلاندية، وأهب بكمبوديا، وكاسو في لاو. والأسطورة في تايلاند تقول إنها تعود للإمبراطورية الخميرية، وبتحكي إن كان في أميرة خميرية جميلة تم الترتيب لزواجها من رجال سيامي نبيل عقب انهزام شعبها بالحرب. كانت مجبرة على الزواج من النبيل السيامي بالرغم إنها بتحب إحدى الجنود، لا وبتحبه كثير كمان، وكان شاب وأصغر عمرا من هذا النبيل، بس وضعه الاجتماعي أقل. وبعد ما تزوجوا شافها النبيل مع حبيبها، وحس إنه هاي إهانة شخصية لإله، فأمر إنها تنعدم بالحرق. قبل ما يتنفذ حكم الإعدام بفترة قصيرة، استعانت الأميرة بساحرة عشان تعطيها وصفة سحرية تحميها من النار، وكانت التعويذة كتير قوية، بس احتاجت وقت أطول عشان تعطي مفعول. وقيدوا الأميرة عشان يتنفذ الحكم، والأميرة واثقة من نجاح الوصفة، بس تفاجأت باحتراق جسمها وظلت تصرخ من الألم. وبالحقيقة الوصفة كانت تشتغل عادي، بس مفعولها بدأ متأخر كتير، وعشان هيك ما حمت غير راس الأميرة فقط وأعضائها الداخلية، وباقي الجسم انحرق كله. ومن هاي اللحظة وبقايا الأميرة يلي مو متفحمة انلعنت عشان تواصل العيش كشبح كراسو. وأساطير ثانية تقول إن هذه الروح كانت سابقا سيدة غنية، وكانت معروفة بأنها بترتدي وشاح أسود طويل ومربوط حوالين راسها ورقبتها كحماية من أشعة الشمس، وتلبستها روح شريرة بإحدى الأيام وتحولت لشبح كراسو. وأساطير شعبية ثانية تقول إن أصل الروح كان امرأة حاولت تتعلم السحر الأسود، وارتكبت خطأ أثناء تجربتها تعويذة ما، وهذا اللي أدى لانفصال راسها عن جسمها. وبرضو أسطورتنا مرتبطة بالذنوب، حيث إن النساء اللي قتلوا شخص بحياتهم السابقة حيصيروا زي روح كراسو. ما أدري ليه تذكرت إنه كيوبي، لأنه كان راس برضو وكمان كان متعلق بالذنوب بنفس الطريقة. وأساطير ثانية تقول إنه يمكن الشخص يتحول لكراسو لو أكل أو شرب طعام ملوث بلعاب كراسو الأصلية. أقدم كامل اعتذاري لأي شخص كان بياكل بهذا الوقت. نرجع لموضوعنا. وبحسب الموروث الشعبي فإن التحول لكراسو بيقتصر بحد كبير على أقارب النساء يلي بيمارسوا السحر من جماعة مايموت أو يايموت، وخاصة بناتهم وحفيداتهم. وكثيرا ما يشتبه في أن النساء يلي بيتصرفوا بغرابة بمجتمع معين فإنهم ممكن يتحولوا لكراسو.
ونيجي الأهم شيء يلي هو وصفها بالفلكلور التايلاندي. طبعا بالنسبة لي هذا الأهم، لأنه الأسطورة أصلها كان تايلاندي، فالكلام يلي حنشوفه الحين فهو أكيد حقيقي، أو هذا الكلام يلي كان على الأسطورة الأصلية من وقت ما طلعت. يقول أن الكراسو هي روح تعرضت للعنة شديدة تجعلها كتير جوعانة وكثير نشيطة في الليل، حيث أنها بتخرج في الليل عشان تبحث عن فرائس عشان تلبي شراهتها، وبتسعى لشرب التهام اللحم الني، وأحيانا بتهاجم المواشي أو الدجاج في الليل، بتشرب دمهم وبتاكل أعضائهم الداخلية. ويقال إن لو في ملابس موجودة برا البيت راح يصحوا أهل القرية أو أهل هذه الملابس وحيلاقوا إنها مليانة بالدم، والسبب إن كراسو بعد ما بتاكل فريستها بتمسح فمها بهذه الملابس، لهيك بتكون مليانة دم. وعشان هيك القرويين ما بيتركوا لبسهم متعلق برا عشان ينشف في الليل. ويقال كمان إن فريستها المفضلة هي النساء الحوامل، وإن كراسو بتروح للبيت يلي فيه الامرأة الحامل قبل أو بعد الولادة مباشرة، وتصيح بصوت عالي بيخلي الشخص ينرعب بشكل، وبتستخدم لسانها الطويل يلي شبه الخرطوم عشان يوصل للجنين أو المشيمة داخل الرحم، وبتستخدم أسنانها الحادة عشان تلتهم الطفل بعد ما تطلعه من بطن أمه. ويعتقد إن هاي الروح هي اللي تأثر على السيدات الحوامل وتجيب لهم أمراض بشكل رئيسي في المناطق الريفية أثناء حملهن. طيب كيف حيتصرفوا هدول السيدات؟ عشان يحموهن من إنهم يصيروا ضحايا قبل الولادة بيحطوا أقاربهم فروع شائكة حوالين البيت، وهذا السياج الشائك بيبعد كراسو من إنها تيجي عشان تمص الدماء والتسبب بمعاناة ثانية للمرأة الحامل. وبعد الولادة لازم أقاربها ياخدوا المشيمة ويدفنوها بعيد عشان يخفوها عن كراسو. وفي اعتقاد إن لو اندفنت المشيمة بعمق كافي فالروح ما حتقدر تجيبها، أو حتى إنها تأذي الطفل. ويلي يصدم أكثر إن كراسو تخفي جسمها في الليل بمكان بعيد وهادي وتعود إليه قبل الفجر عشان تجتمع الراس مع الجسم مرة ثانية وتعيش بين الناس وكأنها شخص عادي جدا. صراحة أنا شايفة إن في تشابه كبير جدا بين هاي الأسطورة والأسطورة التايلاندية روكو روكوبي أو النو كيوبي. أوجه الشبه من بينهم إن الاثنين بيعيشوا الصبح كأنهم ناس عاديين جدا، وحتى نفس الوصف بالشكل وطريقة التهامهم للفريسة، وفي فعلا كثير أشياء متشابهة بين هذول الأساطير. نرجع لموضوعنا. عشان تدمر روح كراسو لازم تدمر جسمها عشان لما تصحى الصبح ما تلقى الراس لما ترجع له بالنهار، وتظل تتعذب حتى تموت. طبعا لأنها عايشة من دون جسد، كأن في أحد أخذ إنسان وفصل راسه عن جسده، أكيد حيتألم ويموت. أو ممكن أحد يقطع أمعائها أو يحرق جسمها وبرضه حتموت. وننتقل لشهرة كراسو بالثقافة الشعبية الحديثة. ظهرت كثير بالأفلام ابتداء من عام 1973، ظهرت بكثير أفلام تايلاندية وبسينما جنوب شرق آسيا عامة، وظهرت كثير قصص هزلية، وتعتبر شائعة جدا بالكتب المصورة التايلاندية. وكمان في حتى أزياء ودمى وميداليات للمفاتيح ومصابيح على شكل كراسو، وغير ظهورها بالرسوم المتحركة وبعض الأفلام التلفزيونية، وأخيرا ببعض ألعاب الفيديو زي لعبة Indivisible ولعبة I the Horror Game اللي اتكلمنا عنها بالأول. لو حنتكلم عن وجهة نظري لهاي الأسطورة وتحليلي عن طريق الأشياء اللي أنا شفتها واللي كانت مكتوبة وكمان القصة الحقيقية، بوجهة نظري إنه موضوع إن ما في وجود لقلبها هاد، فيمكن إن عيشتها مع هذا الرجال اللي تزوجته النبيل السيامي تقريبا كانت عيشة سيئة، وإنها ما كانت بتحبه وانحرق قلبها بسبب إنها تزوجته بالإجبار، وكانت بتحب هذا الرجال اللي كان من الجنود. ممكن يكون تحليل مش عقلاني شوية، بس الموضوع كتير غريب إنه كل أمعائها أو كل أعضائها الداخلية عفوا كانت موجودة ما عدا قلبها. وبصراحة يا جماعة توبة عدت أكتب أي إشي من الفلكلور التايلاندي، لأنه بصراحة طلع له أكثر من قصة وأكثر من أصل، وأنا بكره هذا الموضوع في الأساطير. بحب الأسطورة يكون ليها أصل واحد وقصة واحدة.
وغير انه في تفاصيل كثير واحداث كثيرة. شكرا كتير لمشاهدتكم هذا الفيديو، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.